السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي اتم الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناة. غادي نشارك معكم كيك بالموز والكركاع ولي بيبي شوكولا. كما كتشوفوا كيجي رائع وكيجي معلق، كيجي هائل. فكنتمنى الا ما مشترك في القناة يشترك ويفعل الزر الاحمر باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى تدعموني وتبارطاجيو لي الفيديو ديالي مع الاهل والمعارف ديالكم. كما كتشوفوا كيجي زوين بزاف هذا الكيك وبمقادير بسيطه ومتواجده في كل البيت. فبقاو معايا حتى الاخر الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. عندي جوج ديال البنانات كيف ما كتشوفوا اللي غادي نمعسهم غير بالفورشيط على هذا الشكل، وغادي نضيف واحد الكاس مع مرش ديال السكر. وغادي نحاول نمعسهم معكم مزيان مع هذا السكر حتى ينسجم ليا مع السنيده مزيان وكيتمعك مزيان. كنبقاو هكذا متبعينه كنمعكو فيه مزيان كيف ما شفتوا حتى كيولي لنا بحال ان بيغي. وغادي نضيف شويه ديال الملحه وكاس مع مرش ديال الزيت النباتيه. صافي غادي نحاول نخلط مزيان مزيان. نحاول دابا ندير الفوي على هذا الشكل. كنحاول نخلط مزيان. هاد الكيكه البنات راه ما فيش البيض، وكاس اونص ديال الحليب. ما فيش البيض البنات، اقتصادي وكيجي زوين بزاف كيف ما شفتوا في اول فيديو. راه كيجي معلك وكيجي لذيذ بزاف بزاف. صافي كيف ما شفتوا غادي نحرك مزيان وغادي ندوز باش نضيف الطحين. غادي نضيف جوج كيسان ونصف ديال الطحين، من طبيعه الحال كاس ديال العنبه. جوج كيسان، ولكن مع العجينه بقات ليا شويه. غادي نضيف ثلاثه ديال الكيسان اللي غادي نضيف ديال الطحين. الكاس الاول ضروري كنغربلو باش كيتهوى لينا الطحين وكتجينا الكيكه تجينا طالعه وتجي زوينه. صافي كيف ما شفتوا غادي نحاول نغربل هاد الطحين. دابا درت جوج كيسان ونص، ولكن بقات ليا الكيكه شويه خفيفه وضفت نص كاس. هي ثلاثه ديال الكيسان اللي هز ليا الكيك. صافي ضروري كنغربلو الطحين ديالنا. صافي كيف ما شفتوا من الاسرار ديال نجاح الكيك ضروري كنغربلو الطحين. وعندي جوج معالق عامرين ديال الكاكاو المر. طبيعه الحال تكون نوعيه جيده باش كتجينا الكيكه، يعني كتجينا زوينه وكتجي هكذا فيها البنه ديال الشوكولاط. صافي كيف ما شفتوا غادي نضيف جوج ديال الخمارات حمرين. نيتا هما ضروري كنغربلهم لان كيكونوا هكذا بحال مكورين. ضروري كنغربلهم باش كيعطيو المفعول ديالهم في الكيك كامل. صافي وكيف ما شفتوا غادي هكذا نخلط. في هذا الاثناء راه شعلت الفرن ديالي كنشعلو كنقصو على المهل. وغادي كيف ما شفتوا غادي نحرك. يعني هذا الكيك راه بدون بيض وكيجي زوين بزاف، كيجي معلك بالمذاق ديال الموز، كيجي رائع مع البنان والشوكولات. كتجي واحد المذاق ديالو زوين بزاف. كيف ما شفتوا راني ضفت نص كاس الثاني الاخير. كيف ما شفتوا بحال درت ثلاثه ديال الكيسان ديال العنبه. وغادي نخلط نمزج هاد المقادير كامله مزيان مزيان. وغادي نضيف شويه ديال الفروي ديال لي فخوي دوك المعسلين، وشويه ديال لي بيبي د شوكولا تقريبا واحد جوج معالق كبار. صافي وغادي نخلط هكذا غير بسباتيلا. وراه دهنت المول ديالي
وغبرته بشويه ديال الطحين. صافي غادي ندوز باش نفرغو في المول. انا فضلت هاد المول اللي فيه مثقوب من الوسط، نتوما المول اللي بغيتو ديروه فيه. كيجي حتى في داك المول الطويل حتى هو كيجي زوين بزاف. صافي كيف ما شفتوا راني كنفرغ في الكيك ديالي. كنتمنى تجربوا هاد الكيكه هكذا الوليدات الفطور اولا الكوتي، كتجي زوينه بزاف، ولا ضيوف الغفله راها في ساع كتوجد. صافي وغادي نضيف شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولات. انا تقريبا 100 غرام، قسمتها درت نص الوسط والنص درتو الفوق. كيف ما شفتوا كيجيو كيطلقوا داك كيذوبوا، كيجي معلك يا البنات. هذا الكيك هذا كيجي زوين بزاف. وعندي تقريبا 100 غرام ديال الكركاع حتى هو اللي هكذا غير قطعته بيدي، حتى هو كنزوق به من الفوق. هاد الكيكه كتجي غنيه كتجي غنيه يعني بهاد الفواكه الجافه، كتجي زوينه. صافي كيف ما شفتوا نتوما يعني اللي موجود عندكم تقدروا ديروا لوز ايفيلي اولا اللوز كونكاسي ولا كاوكاو، المهم على حساب كل واحد والجهد ديالو. صافي كيف ما شفتوا دابا غادي هكذا ندخلها الفران اللي شعلته من قبل، وهانتوما معايا. صافي ندخلها الفران. من بعد من نخرجها من الفران كيف ما شفتوا راه كتجي خفيفه بزاف وكتجي رائعه، كتجي معلكه وكيجي الشكل ديالها والمنظر ديالها كيجي زوين. صافي دابا كيف ما شفتوا غادي نخليها تبرد شويه وغادي نديرها في طبق التقديم. صافي هذا هو الكيك ديالي كيجي زوين وكيجي كيحمر الوجه. صافي انا كنقطع فيه، راه كتشوفوا البنات غير من التقطيعه راه كيجي كيدوب في الفم. وكنتمنى تشجعوني وتدعموني باللايك وبالاشتراك في القناة، وهذا فضلا وليس امرا. تخليو لي شي تعليق يكون محفز، وبارطاجيو لي الفيديو ديالي مع الاهل ومع المعارف ديالكم. وبالصحة والراحة إلى ملتقى آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.